السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد دائما على قناة بتيش ماني. بعد الغياب شبه طويل جدا، قررت أنني نحط هذا الفيديو هذا. توصلت بعديد من الرسائل عبر الإيميل. كنلقى بزاف ديال الناس المبتدئين في العمل على إيتسي كيقول لك ما عرفناش كيفاش نطلقوا الادز ديالنا في المتجر. وحاجة طبيعية، الإنسان يلا بادي في هذا المجال وأول مرة غادي يخدم على الموقع ديال إيتسي، فحاجة بديهية أنه الإنسان ما يكونش عارف منين، خصوصا الناس اللي كتكون عندها واحد التخوف من أنها دير شي إجراء ولا دير شي إعداد داخل المتجر يسبب لها في الإغلاق ديال المتجر ديالها من بعد. توصلت بإيميلات وبميساجات كيقول لك دير لنا شي فيديو أو ورينا مباشرة كيفاش نفعلوا ونطلقوا الادز. اول حاجه خاص الانسان يعرف، بعدا نعطيو معلومات على الادز ديال ايتسي. ادز ديال ايتسي، فانت ما كتخلص مثلا الميزانيه ديال الترويج اختاريتها مثلا في واحد دولار او جوج دولار. ففي اليوم بطبيعه الحال ماشي بمعنى انه ملي كيسالي النهار كتمشي لك واحد دولار ولا جوج دولار، لا بالعكس. وانما انت كتخلص المشاهدات او النقرات اللي انت بمجرد ما كيدخل للمتجر ديالك او الستور ديالك وكيلقى البروداكت ديالك وكيكليكي عليه، انت كتخلص على هذاك الكليك. مجرد ان الانسان يكليكي على البرودوي ديالك والبروداكت ديالك، المنتج ديالك سواء فيزيكال سواء ديجيتال، مجرد ما انه كيكليكي على هذاك البروداكت فانت كتخلص على هذاك الكليك اللي كيكليكي هو، فما كتخلصش انت النهار مثلا. زيادا على ذلك فالادس واخا كيقول لك واش خصني نحط شي مثلا فلوس في الموقع، في المحفظه ديال الموقع باش انني نطلق الادس. لا، الادس كطلقوا عادي جدا، وداك الشيء اللي كيتحسب من عدد ديال النقرات فهو كيتجمع ملي كيكون عندك مبيعات. فانت كت فانت كتخلصو. كتكون واحد الميزانيه شهريه كتشوف لك عدد المبيعات ديالك وكتحيد لك منهم هذاك راه اي حاجه غادي تلقاها محسوبه وغادي يحيدوها لك. حتى لما مثلا الانسان ما باعش وكان طارق الادس وحسبوا لك مثلا واحد المبلغ ديال واحد 30 درهم 40 درهم في الادس، فملي كيوصل الشهر وكيخصك تخلص وما كيلقاوش مثلا، اغلبيه ديال الناس ملي كتكون دايره الكارت كيشي مع ايتسي سياش ولا الكارت كيشي اللي خدام بها، كيبغيو يقطعوا منها ديريكت. دابا هو كاين اللي كيكون حابس هذاك الاقتطاع الانترناسيونال، الاقتطاع ديال يعني اقتطاعات خارج المغرب، كيكون حابس هذيك لوبسيون. فكيعلقوا لك المتجر ديالك كيقول لك حتى تخلص، وهذا امر عادي الانسان ما يتخوفش منه. فبمجرد ما انك تخلص هذاك الكريدي اللي عليك كيطلقوا لك حساب عادي. على بركه الله، باش ما نطولوش الفيديو نمشيو ديريكتومون لايتسي نوريو الناس من كتطلق سميتو. هذه هي الداشبورد او المسائل او الواجهه ديال المتجر ديالك. فكتمشي للماركوتين. هذه الماركوتين كتلقى ايتسي ادز، كتكليكي عليها كيعطوك هاد الواجهه هنايا. هاد الواجهه كيعطوك فيها هنا الاحصائيات. شتي الكليك اللي قلت لك هو هذا الكليك اللي كتخلص عليه انت، هذا هو الكليك. شحال من كليك اللي فيوز ما عندكش بما علاقه كتخلص على الكليك. شحال ما كان الكليك شحال ما كنتي غتلقى سميتو الخلاص هنايا، يعني شحال غتخلص على كل كليك على حساب الثمن ديال المنتج وعلى حساب المنتج كيفاش داير. هذه امور كلها كتحكم في الميزانيه ديالك. بخصوص سميتو، راك كتهبط هنا، كتهبط لتحت شي شويه كتلقى هنا ليستين اوردر وسيتينغ. هنا الليستين يعني القائمه ديال المنتجات ديالك، هنا المبيعات، هنا الاعدادات. كتلقى بحال كما كتلقى حتى منتج هنايا كتلقى نون ليستين فون. ولكن علاش؟ حيت هنا كدير انت هاد الخيار هذا كيكون غتجي هنا غادي تكليكي. اول حاجه غادي تمشي لاكتيف، يعني القوائم اللي عندك نشيطه او مفعله. كتكليكي بحال هكا هما كيطلعوا لك هنايا. هادو هما الليستين اللي هادو ديالي انا كيطلعوا لك الليستين. ثاني حاجه كدير كتمشي للسيتينغ، ضروري كتمشي للاعدادات كتلقى يور بيجي، يعني شحال هنايا انت الميزانيه اليوميه ديال الترويج اللي بغيتي دير. كدير مانج يور بيجي، كتدخل هنايا انت كتحدد هنايا عادي جدا، تحددها في جوج دولار مثلا، كتحددها مثلا في جوج دولار مثلا جوج دولار. المهم انت كتحدد الميزانيه اليوميه اللي بغيتي.
صافي ملي كترجع للليستين راه كتفعل اي مثلا هذا انا اختاريت هذا بغيت دير كدير ليه هكا. ها هو دابا شتي ها هي التي فيجن هنا كتكون طلقتي لها الاتس راه مطلوق الاتس كيتحسب عليك. انا ما كنطلقش الاتس. او هنا من خلال هذا الفيديو ممكن نجاوب حتى لواحد السؤال اخر كيقول لك واش الا ما كانش الاتس ما يمكنش تجيب مبيعات. انا كنصيحه ليا ما تطلقش الاتس قبل ما يجوك مبيعات، واحد المبيع ولا جوج على الاقل. يجيب واحد المبيع ولا جوج حتى الستور ديالك يجمع الترافيك ويجمع واحد لاباز دوني، عاد ممكن انك تطلق الاس بشكل عادي جدا. هو بالنسبه للناس اللي يلاه بادين حاطين مثلا واحد 20 ليستين ولا شنو هو، ما كنصحكمش انا باش تطلقوا الادس، حيت كاين اللي كيطلق الادس نهار وكيحبسوا يومين كيشوفوا ما جاب ليه تمية وكيحبسوا. الاحصائيات او النتائج ما كتضرش بهذه الطريقه. النتائج ديال الادس خاصك تدرسها سميتو بمدد متقاربه. مثلا نطلق الادس 5 ايام ب2 دولار، نطلق فيه واحد 5 ديال ليستين نطلقو ب2 دولار. ملي دوز هادي ال5 ايام عاد نجي ندير دراسة سميتو ندير دراسة دوك البرودويات اللي طلقت اليوم، ندير ليهم دراسة ديال شحال ديال لي فيوز جابو، شحال ديال لي كليك جابو، شحال ديال المبيعات جابو. الا ما جابوش مبيعات وبقيتي مثلا كاين الكليك بزاف والفيو بزاف، يعني خاصك تراجع الصوره اللي قدمتي بها المنتج ديالك. هذه الامور كلها كتحكم في الادس. الادس ماشي غير يجيو يطلقوا، الادس هو طريقه، الادس هو قرايه، الادس هو سيستيم. راه حيت جا تطلق الادس راه غادي تبقى مطلوق الادس والناس كتدخل تشوف وتخرج. لا بالعكس، من خلال ديك الفتره مثلا الادس راه اقل مده ممكن تطلقوا بواحد 5 ايام. مثلا اختاريتي واحد 5 ديال لي بروداكت طلقتي فيهم 5 ايام، هذيك 5 ايام غتجي غدرس الحاله ديال المنتجات ديالك في هذيك 5 ايام. امتى كيطلع مشاهدات، علاش جابوا لي بزاف ديال المشاهدات وما جابوش المبيعات، علاش الناس كتكليك وما كتشريش. هذه كلها اسئله خاصك تجاوب عليها. خاصك الا الناس كتكليك وما كتشريش، رجع شوف الوصف. ما حيت كاين اللي كيدخل كيقرا الوصف ما كيقنعوش داك الوصف، راه شوف الوصف. بزاف د الحوايج. الى كيف قلنا طريقه ديال العمل الاسرع هي هذه طريقه سهله جدا. خصك يكفي انك تحكم في البيجي ديالك من خلال السيتينغ، ويكفي انك تاكتيفي هذوك راه صافي فقط كيطلق وراه ما كيتحبش الا ما حبستيه انت. يعني خاصك ملي دوز مثلا بغا يطلق واحد 5 ايام، ملي تفوت ديك 5 ايام خاصك ترجع انك تحبسهم ديزاكتيفيهم من هنا، والا راه غادي يبقى الاس كيتحسب عليك عادي جدا. الى هنا كنظن انني وصلت لاخر هذا الفيديو هذا. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم. الا كنتي انت ولا انت اول مره غادي تشوف القناه ديالنا فما تبخلش علينا باشتراك ديالك وتخلي لنا شي تعليق زوين اللي دعمنا اننا نديروا فيديوهات جديده. الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله تعالى وقوته.